لكل الأحرار في العراق واللي مهتمين بالبلد والشهداء اللي سقطوا بتشرين وكل الناس اللي كانوا يدافعون عن هذا البلد. وندعو التشرينيين يجون يشاركون ويانا. ان شاء الله يشاركون ندعو وياكم. التشرينيين يشاركون ويانا. حج احكي لي شنو الموضوع باختصار؟ انا حكيته صح؟ خطا؟ لا صحيح. طردوكم ما طردوكم؟ اي نعم، اجوا لنا للاقسام قالوا اقفل راس القفل، دقوا لحيم مسلحين. نعم مسلحين. اي يعني مدني لابسين شرطه؟ لا عسكري. لابسين زي مالهم مال حفظ النظام مال العتبه. واكو شرطه وياهم. تمام. اللي طفوا خط الانتاج وشنو صار؟ اي طفوا الخطوط كلها وعندنا مواد تنفذ. طفوا واطلع. تحكي وياي قال لي لا تحكي طفوا واطلع. عندنا دبس من ما ننزله بالعلب وهاي كله يتلف. تلف هسه تلف. انا قلت تلف. زين هذا المعمل متى كان يصدر؟ هاي صدر امريكا، بريطانيا، فرنسا. يصدرون حاجه شو صدر؟ دبس، صاص، خال، مربيات، مربى الرقي، مربى البشبيش. يعني المعمل كان مشتغل ما متوقف؟ ما متوقف نهائيا. كلها موجوده داخل الشركه، كلها وصولات تصدير والسيارات كلها داخل الشركه. والريد امريكا، كندا، استراليا، كل الريد تعليم كربلاء يبقى للعبد حتى الموت ويا تعليم كربلاء. انت ايش صار لك حج بن؟ انا صار لي 70 سنه. 70 سنه؟ نعم. انا صار لي 27 سنه عمر يعني قاضي هنا، نعوفه بسهوله. هذا صار لي 30 سنه. اكيد هاي رساله ايضا للرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. هذا معمل تعليب حكومي، الحجي صار له يقول 70 سنه هنا 25 30. فما اعرف شنو دا يصير بالبلد، ليش دا يصير، من المستفيد من ضرب الصناعه الوطنيه بالعراق حتى ابقى نستورد من دول البرة والصناعه بالعراق تنتهي. وايضا هذا بشغل ايدي عامله، اكثر من 200 عامل هنا يشتغلون. اتمنى هاي الرساله توصل للاحرار وللشرفاء واللي يحبون بلدهم ومدينتهم، اللي يدعون انه هاي مدينه كربلاء مقدسه.